تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع شركة ميتا مالكة شبكات فيسبوك وواتساب وإنستغرام اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة يوما دراسيا لتقديم آلية طفل مختفي المتعلقة بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني دخلت في شراكة مع مؤسسة ميتا تهدف إلى إدماج الإمكانيات التواصلية المتقدمة التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بشكل يحاكي بعض جوانب عمل آليات أمبر أليرت الأمريكية المتواجدة على منصة فيسبوك، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة. وتشمل فقرات هذا اليوم الدراسي أيضا تقديم مجموعة من الشروح والعروض التفصيلية حول الآلية الجديدة للإنذار حول الأطفال المختفين، خصوصا ارتباطها بمسطرة البحث القضائية التي تجريها مصالح الأمن وتشرف عليها النيابات العامة المختصة، ومدى مطابقة قواعدها وضمانات حماية المعطيات الشخصية، خصوصا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة والوضع الاعتباري المتميز الذي تفرضه المنظومة القانونية المغربية لفئة الأطفال القاصرين. كما تتضمن أنشطة هذا اليوم الدراسي الذي يتميز بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسة القضائية والقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة، تقديم مجموعة من المداخلات التي تدخل في صميم التحسيس والتوعية بأهمية إفراد عناية خاصة لحالات اختفاء الأطفال القاصرين، وهي الحالات التي تصنف عادة ضمن حالات الاختفاء المقلقة والخطيرة التي تستوجب اعتماد آليات بحث خاصة. تشكل شبكات التواصل الاجتماعي بدون شك علامة فارقة